السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل الرز بتاع السمك. رز السمك ده يا حبايبي، دي بصله اهي اتقطعتها زي ما حضراتكم شايفين كده حتت صغيره، او تضربها في الكبه زي ما حضراتكم شايفين. واحط كده ادي واحد، دي معلقه زبده، اتنين، تلات معالق زي ما حضراتكم شايفين كده. ابدا اقلب فيهم كده لحد ما البصله تتحمر معايا. يعني تتحمر جامد، مش التحمير اللي هو بتاع الطبيخ، لا بحمرها جامد. هوريكم برضو هي بتتحمر قد ايه. بصي يا حبايبي، انا حمرت البصله بتاعت الرز اللي هو رز السمك، حمرتها بالطريقه دي زي ما حضراتكم شايفينها كده. بفضل احمر فيها لحد ما تصل للشكل ده. حمرها خالص عشان دي تخلي الرز معايا طالع بني. وهوريكم برضو بعد كده حبايبي. انا دلوقتي حطيت كوبايه، ودي الثانيه، دي كوبايه عصير اهي كده، كوبايتين ميه كده، دول 3 كوبايات ميه اهو. 3 كوبايات ميه دول بحط عليهم رز كيلو الا ربع رز كده. انا حطيت 3 كوبايات ميه، واحط معاها 2 مكعب ماجي كده يا حبايبي. الميه هتغلي معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. شفتوا اللون بتاع الميه بقى عامل ازاي؟ شكله بني. ده لما اجي احط الرز واسويه الرز هيطلع معايا بني، وانا هوريكم برضو الرز بعد ما بيستوي كده. ده كيلو الا ربع رز انا كيلته يا حبايبي. ده 3 كوبايات بكوبايه العصير اللي هي دي. كوبايه العصير دي يعني الكيلو وجه 4 كوبايات. انا كيلت 3 كوبايات بالكوبايه ديت اللي هو كيلو الا ربع. بس انا حبيت اقول لكم برضو على الوزن وعلى المكيال، عشان لو في ناس برضو ايه عايزه تعرف المكيال قد ايه. ده كيلو الا ربع رز اهوت اللي هم 3 كوبايات. وحطيت له 3 كوبايات ميه، وحطيت البصل زي ما حضراتكم شفتوا كده، وحمرتها بالطريقه اللي انتوا شفتوني بها دي. وهوريكم بعد التسويه ان شاء الله. كده يا حبايبي، ده طبق الرز اللي هو الرز اللي هو رز السمك. زي ما حضراتكم شايفين كده، طالع بني وشكله جميل كده اهوت معانا. ده رز السمك اللي احنا بنعمله. لو عملتوه بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم ديت هيعجبكم جدا جدا. تعملوه وتاكلوه بالف هنا وشفا. ما تنساش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.